مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الحواجز المائية بضاحية علي قدر تسير في إنجاح الأنشطة الزراعية. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يلتقي بسكان جنوب دنكاليا. زيادة التبرع الطوعي بالدم في إقليم عنسبة. الجيش المالي يقتل عناصر من القاعدة كانوا يحاصرون باماكو. الفيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح رئيسة وزراء سابقة للجنوب. والديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات في ظل ترامب وانتخاب ممباني رئيسا لبلدية نيويورك. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أفاد الخبراء الزراعيون والمزارعون بأن الحواجز المائية في بلدة علي قدر تسهم في رفع الإنتاجية وجودة المحاصيل بمشروع تسني علي قدر الزراعي. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع تسني علي قدر الزراعي السيد داويد أبرهة أن الحواجز المائية في بلدة علي قدر هي أحد البنى التحتية الزراعية التي تروي حوالي 16,000 هكتار من الزراعة الصيفية امتدادا من تسني ووصولا إلى ستيمو و13، حيث أن العمل الجاري لتمكين المزارعين من الاستفادة منها بإضافة قنوات المياه وإزالة الطمي من هذه الحواجز. وأضاف مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بمديرية تسني المهندس داويد برهاني بدوره بأن حواجز علي قدر توفر المياه الكافية خاصة للمزارعين المشاركين في الزراعة الصيفية في مشروع تسني علي قدر الزراعي، ولكن كمية المياه في ضواحي ستيمو و13 لا توفر الكمية الكافية بسبب امتلائها بالطمي خاصة عند نقص معدل هطول الأمطار. وحث المزارعون المشاركون في الزراعة الصيفية في مشروع تسني علي قدر الزراعي لتوفير الدعم الآلي لإزالة الطمي نظرا إلى أهمية الحواجز التي تعد مصدرا لإمدادات المياه بالنسبة لهم. كما ذكر الخبراء والمزارعون أن مشروع تسني علي قدر الزراعي يعد الأفضل من حيث توفر مياه الري، والذي بدوره يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل. عقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي اجتماعات عامة في مديرية جنوب دنكاليا في 2 و3 من نوفمبر. تناولت الاجتماعات المنعقدة في وادي ودوباغاد الاستفادة من الخدمات الاجتماعية عامة وخدمات المياه والتعليم والصحة خاصة، وضمان التنظيم والمشاركة الشعبية لتحقيق ذلك. وأوضح السفير محمد سعيد أن توسيع الخدمات الاجتماعية يعتمد على الاستفادة الشعبية، مذكرا المواطنين بضرورة الاستفادة الفعالة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت عن قرب وضمان الإدارة السليمة لخدمات المياه في القرى. ودعا مسؤول التعليم الأستاذ فسحي كدان الآباء للقيام بدورهم في الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة الطلاب عامة في التعليم والإناث خاصة. وأشاد مسؤول مكتب وزارة الصحة الدكتور علي حالو بالوعي الصحي، وقال أنه يجب زيادة استفادة المواطنين من المرافق الصحية. واقترح المشاركون إصلاح مشاريع المياه المتعطلة والتي يفوق إصلاحها قدرات القرى، وحل مشاكل الاتصالات بطريقة مستدامة، ومواصلة اللقاءات لرفع الوعي العام في مختلف المناطق. في غضون ذلك تفقد السفير محمد سعيد منتاي أعمال بناء مدرسة ابتدائية في وادي مكونة من 10 فصول دراسية، كما ناقش ضرورة تسريع أعمال البناء مع الجهات المعنية. أعلن بنك الدم الوطني بأن أنشطة التوعية المستمرة في إقليم عنسبة تساهم بشكل إيجابي في رفع الوعي وزيادة التبرع بالدم. جاء ذلك في أسبوع التبرع الطوعي بالدم المنظم بالإقليم في الفترة من 27 من أكتوبر وحتى 8 من نوفمبر. وأوضح مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم السيد محاري أبراهام أن الأسبوع تم تنظيمه بالتنسيق مع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم فرع إقليم عنسبة، مشيرا إلى التبرع ب 912 كيسا في أسبوع التبرع بالدم تبرع بها الطلاب وموظفي المؤسسات الحكومية وأفراد قوات الدفاع. وقالت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم عنسبة الأستاذة أغسطي محاري أن هدف الجمعية هو زيادة عدد المتبرعين الطوعيين وضمان إمدادات الدم الآمنة والمناسبة. وأشارت إلى أن العمل الجاري لتعزيز دور الشركاء يؤتي نتائجه. يساهم مستشفى عتاقة حموس للولادة بشكل كبير في نقل المعارف والخبرات بفضل معداته الطبية الحديثة وأخصائيه المؤهلين. وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور دافيد ستيفانوس لوكالة أنباء إرينا أنه بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان الولادة الآمنة فإن المستشفى يعد أرضية ملائمة لنقل الخبرات والمعارف العملية إلى الخريجين الجدد.
وذكر أن أكثر من 2400 امرأة حامل ولدن في المستشفى خلال الأشهر التسعة الماضية، وأن معظمهن قادمات من مديريات الإقليم الأوسط المتواجدة خارج مدينة أسمرة، مما يعكس درجة الوعي المتزايد. وأضاف أن المستشفى يقدم إلى جانب خدمات الأمومة والطفولة خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشكلة الإنجاب، فضلا عن فحص سرطان عنق الرحم. وحث الأمهات على الحرص على سلامتهن وسلامة أطفالهن والتوجه مبكرا إلى المستشفى للحصول على المساعدة الطبية الفورية. وأوضح المدير الإداري لمستشفى عداقة حموس للولادة سيد يوسف يوهنس أن حل مشكلة نقص المياه والكهرباء وعنابر رعاية الأطفال في المستشفى ساهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة. وذكرت الأمهات اللواتي وضعن حملهن في المستشفى أن البنية التحتية المتكاملة والمعدات والقدرات المهنية تساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة. يسعى مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بمديرية حلحل إلى تعزيز تأطيراته الشبابية في إدارات الضواحي الثماني لضمان استفادة الشباب من الفرص التي يوفرها الاتحاد. وأوضح مسؤول المكتب الشاب عبد الرحمن حامد أن عدد الشباب المنظمين يتزايد بفضل الجهود التي تبذل لتوسيع نطاق تأطيرات الاتحاد إلى مستوى إدارات الضواحي، خاصة تلك التي تنظم في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع التركيز على تنظيم الطالبات بشكل أساسي. واقترح المشاركون تعزيز الحملات التوعوية على مستوى القرى وإدارات الضواحي وتدريب الإناث اللواتي لم يحصلن على فرص التدريب والاستفادة منها، ومواصلة تنظيم سمينارات وطنية وسياسية من قبل كبار المسؤولين. وأكد مدير مديرية حلحل السيد قرماتسيون أبرهة ومسؤول مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالمديرية السيد سليمان عمر على ضرورة توعية وتنظيم الشباب بشكل أفضل لإنجاز البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعالية. استشهد يوم أمس 4 نوفمبر حاكم الإقليم الأوسط المناضل في السايا هايلي سنغال جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 78 عاما. نشط المناضل في السايا هايلي أفرو عام 1972 و1973 في منطقة تحيشا ليلتحق بعد ذلك في صفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يوليو عام 1973، ويخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الإدارة الشعبية 06 وجهاز الاستخبارات والأمن بمختلف مستويات المسؤولية وصولا إلى مسؤول إقليم. وبعد الاستقلال عمل المناضل في السايا هايلي نائبا لمدير إدارة مدينة أسمرة والمدير العام لإقليم شمال البحر الأحمر والمدير العام لقسم الجمارك والمدير العام لقسم الطيران المدني وحاكما لإقليم القشبركة وحاكما للإقليم الأوسط ليخدم وطنه وشعبه بتفان وإخلاص. المناضل في السايا هايلي أفرو متزوج وأب ل3 أبناء، وسيتم الإعلان لاحقا عن مراسم الدفن. وإذ تعرب وزارة الحكومات المحلية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل في السايا هايلي سنغال، تقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلن الجيش المالي أنه قتل أكثر من 10 عنصر من تنظيم القاعدة وكبده خسائر كبيرة في عملية عسكرية ضد موقع يستخدمه التنظيم الإرهابي لشن هجمات على الطرق الوطنية المؤدية إلى العاصمة باماكو من أجل تشديد الخناق على المدينة ومنع وصول الإمدادات إليها. وقال الجيش في بيان صحفي أن سلاح الجو تدخل وقصف القاعدة الإرهابية، مما أدى إلى تحييد عدد كبير من المقاتلين الإرهابيين وأحداث أضرار مادية جسيمة. ثم قامت الوحدات البرية باقتحام الموقع المستهدف للقيام بعملية تمشيط دقيقة. وأكد الجيش أن الحصيلة النهائية كانت تحييد أكثر من 10 إرهابيين، كما تم استرداد معدات محروقة مختلفة ودراجات نارية وبعض الأسلحة بالإضافة إلى معدات اتصال. وتعيش دولة مالي منذ مطلع سبتمبر الماضي حصارا قويا يفرضه تنظيم القاعدة على كبريات المدن بما في ذلك العاصمة باماكو، من خلال منع وصول صهاريج الوقود المقبلة من موانئ دول غرب إفريقيا، مما تسبب في شلل شبه تام في عمل الدولة والمؤسسات. قالت حكومة البيرو أنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك بسبب منحها حق اللجوء لرئيسة وزراء سابقة تخضع للتحقيق على خلفية محاولة الانقلاب عام 2022 والتي قام بها الرئيس آنذاك بيدرو كاستيو.
وقال وزير خارجية البيرو هوغو دي زيلا خلال مؤتمر صحفي: علمنا بشكل مفاجئ وبأسف عميق أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز التي يشتبه في أنها شاركت في تدبير محاولة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق بيدرو كاستيو حصلت على حق اللجوء في مقر إقامة السفارة المكسيكية في البيرو. وتدهورت العلاقات بين ليما والمكسيك بشكل كبير بعد الإطاحة بكاستيو، وطاردت البيرو السفير المكسيكي بعدما منحت المكسيك حق اللجوء لزوجة كاستيو وأطفاله. وكان المدعون طلبوا الحكم على شافيز بالسجن 25 عاما بتهمة المشاركة في خطة كاستيو لحل الكونغرس، فيما طالبوا بعقوبة السجن 34 عاما على الرئيس المعزول. اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، مما أعطى الحزب المنكوب زخما كبيرا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. ففي مدينة نيويورك فاز زهران مداني وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاما في سباق رئاسة البلدية، متوجا صعودا مذهلا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد. وفي فرجينيا ونيوجيرسي فازت الديمقراطيتان أبيغيل سبانبرغر وميكي شيرل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. وكانت الانتخابات بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين على فترة الأشهر التسعة التي قضاها ترامب في الحكم. في الخبر الأخير، خلف إعصار كالامايغي الذي ضرب وسط الفلبين أكثر من 90 قتيلا و26 مفقودا في وسط الفلبين جراء فيضانات واسعة النطاق حاصرت الناس على أسطح منازلهم وجرفت عشرات السيارات في مقاطعة سيبو التي تضررت بشدة ولا تزال تتعافى من زلزال مدمر أصابها في سبتمبر الماضي. وقال مكتب الدفاع المدني أن ما لا يقل عن 49 شخصا غرقوا في الفيضانات، وتوفى عدد قليل آخر بسبب الانهيارات الأرضية والحطام المتساقط في سيبو، حيث تم الإبلاغ عن 13 من أصل 26 مفقودا. ومن بين القتلى 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث منفصل عندما تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفلبينية في مقاطعة أغوسان ديل سور الجنوبية أثناء توجهها لتقديم المساعدة الإنسانية للمقاطعات التي ضربها الإعصار كالاماغي وفقا لما ذكره الجيش. وقبل وصول إعصار كالاماغي قال المسؤولون أنه تم إجلاء أكثر من 387 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا في مقاطعات شرق ووسط الفلبين. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحواجز المائية بضاحية علي قدر تسير في إنجاح الأنشطة الزراعية. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يلتقي بسكان جنوب بنكاليا. ازدياد التبرع الطبيعي بالدم في إقليم عنسبة. الجيش المالي يقتل عناصر من القاعدة كانوا يحاصرون العاصمة باماكو. البيرو تقطع علاقتها مع المكسيك بسبب منح رئيسة وزراء السابقة اللجوء. والديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات في ظل ترامب وانتخاب ممداني رئيسا لبلدية نيويورك. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.